هاي حبايب قلبي دول اللي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديوهات اللي فات. معلش لو كنت اتأخرت عليكم في الفيديوهات، بس بعد كده اوعدكم مش هتأخر عليكم تاني. عاملين ايه؟ طبعا زي ما انتم شايفين الصلاة عندي كانت تضرب تقلب، وكنت شايلة الفرش بتاعها كله بقى، كنت غسلاه وكده. فقلت بقى يلا اقوم اعملها وكده، عشان كانت طبعا زي ما انتم شايفينها كده كانت على بعض. فقمت بقى اتنشطت كده، وانتي يلا لو وراكي اي حاجة قومي كده اتنشطي كده واعمليها. بطلي كسل بقى، سيبك من الكسل اللي وراكي دوت، قومي يلا اتنشطي وشوفي اللي وراكي، وخليكي ست بيت شاطرة كده، ويكون بيتك نضيف ومترتب دايما. طبعا لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تدوسي على علامة الاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويا رب يكون فيديوهاتي خفيفة على قلوبكم. وما تنسوش تكتبوا لي كومنت جميل منكم في التعليقات. بجد بيبسطني جدا، وبيبسطني جدا جدا لو دوستيلي كمان لايك وانتي بتتفرجي معايا على الفيديو كده. تدوسيلي لايك بايدك الجميلة، ده بجد هيساعدني جدا جدا جدا. وربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. ولا من عيلتي الجميلة اللي هي بتكبر بيكم. طبعا لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش برضو تدعي لياسين ابني. ربنا يا رب يشفيه ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. ربنا يا رب يعفى عنه يا رب ويشيل عنه هو واللي زيه يا رب، اللهم امين. طبعا انا النهارده مش معايا قصة ولا معايا اي حاجة، يعني انا جاية بتكلم بس معاكم كده في ان احنا نقرب من ربنا شوية وكده، ولان انا الفترة اللي فاتت دي كنت بعيدة عن ربنا خالص، وما كنتش طبعا بصلي وكده. فلقيت نفسيتي اتدمرت، وحسيت ان بضغط نفسي شديد وكده. فقررت يعني ان انا اقرب من ربنا، وان شاء الله ربنا يعني كبير وكل ما تقربي من ربنا ربنا بيقف جنبك في اي حاجة، في اي شدة، في اي موقف، في اي زعل، في اي حزن، في اي تعب. فطبعا انتوا عارفين ربنا غفور رحيم، ويعني ربنا يا رب يغفر لنا كلنا. ولو ما بتصليش قربي من ربنا وصلي، وانت برضو لو ما بتصليش قرب من ربنا وصلي، ان شاء الله ربنا يغفر لنا ذنوبنا جميعا، ويهدلنا الحال ويوسع رزقنا جميعا ويصلح لنا الحال ويشفي مرضانا، اللهم امين، مرضى المسلمين جميعا. طبعا انتوا عارفين لما بيبقى الواحد متضايق ومخنوق وبيفيد بيه من اي مشكلة او اي ازمة بيعدي بيها، ما بيقولش غير ربنا معايا. هي دي الجملة اللي بتيجي على لساننا، بنقول ايه؟ انا عملت اللي عليا بقى ربنا معايا. يعني الجملة دي احنا دايما بننهي بيها اي شكوى بنشكيها لحد، وبنقول له يعني لما بنبقى بكمية الأسى والحزن والضعف ما بنقولوش الا اقول ربنا معاك. كأن يعني بيبقى الواحد كأنه كده خلاص ان قليل الحيلة، فما بيقولش غير ربنا بقى معايا. طب انت لما بتقولها كده، يعني انت لما بتقولها، او انت لما بتقولي مثلا، او انا ذات نفسي انا لما كنت بقول ربنا معايا، هو احنا ليه لما بنقولها ما بنبقاش حاسينها؟ ليه ما بنبقاش فاهمينها؟ ليه ما بنبقاش فاهمين معنى كلمة ربنا معانا؟ عارفين انتوا لو في شدة او في ضيقة او في اي ظرف وبتقولوها وانتوا فاهمين معنى الكلمة او حاسين بيها كده من جواكوا، بجد هتفرق كتير قوي 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 عند ربنا، هيبقى ليها معنى كبير عند ربنا. لكن ما نقولهاش كده وخلاص. انت لو فهمتها صح يعني مش هتشتكي اصلا، يعني انت مش هتشتكي اصلا لاي حد غير ربنا. عارف يعني ايه ربنا معاك؟ الكلمة دي كبيرة جدا 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 عند ربنا. لما تقول كده يا رب، يا رب خليك معايا وقف جنبي، بجد الكلمة دي بتبقى كبيرة عنده قوي. بس اهم شيء نكون قايلينها كده من جوانا، نقولها واحنا بجد حاسينها من جوانا، منبقاش قايلينها كده وخلاص. لما ربنا يعني ربنا لما كان مع سيدنا موسى عليه السلام، كان كل حاجة كانت ضده، يعني كان كل حاجة كانت ضد سيدنا موسى دوت. كان كل حاجة واقفة، كان يعني ما كانش بإيده حاجة، يعني كان فرعون كان وراه، والبحر كان قدامه. وبرغم ذلك يعني ربنا فلق له البحر، يعني ربنا وقف جنبه. عارفين ليه ربنا وقف جنبه؟ عشان لما قالها يعني بثقة كده من جواه، وبعزة وبقوة من جواه، اني ربي معي، اني ربي سيهديني، اني ربي معي.
فالكلمة دي فرقت كتيرة قوي عند ربنا، عشان قالها من جواه. قال يا رب معايا، مش مجرد كلمة كده وخلاص قالها هو متضايق ولا هو مخنوق، لا قالها من جواه. قالها هو بيدعي من جواه ربنا يا رب خليك معايا. قال ربنا معايا، عشان كده ربنا يعني شقله البحر خلاه عدى. فدي حاجة كبيرة قوي، دي حاجة لازم نتعظ منها، ان احنا لما ندعي لربنا ندعي له احنا من جوه قلوبنا، ندعي له بجد عشان ربنا يقف جنبينا. فطبعا ربنا كبير قوي، ويعني لما تيجي تدعي ربنا كده ادعي وانتي من جواكي كده حاسه انك انتي ان شاء الله ربنا هيقف جنبك، ما تبقاش مجرد كلمه وخلاص. وبرضو لما سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، برضو لما كانت كل حاجة ضده، كان الكفار برضو كانوا واقفين على الباب، على باب الغار وعلشان يشوفوه. وكان فاضل خلاص يعتبر، متهيالي كان فاضل ربع متر وخلاص، كان ممكن كل حاجة تخلص وتنتهي. بس سبحان الله، يعني ربنا برضو سبحان الله ليه في ذلك حكم. يعني برضو وقف جنبه، برضو ليه وقف جنبه؟ عشان يعني ربنا لما وقف جنبه، عشان هو دعاه من جواه، يعني دعا ربنا من جواه. قال يا رب خليك معايا، قال بكل قوة وبكل عزة وبكل ثقة، يا رب يا رب انت معي، يا رب انت معي. الكلمة دي كبيرة قوي، خلت ربنا اتحكم في نظر الكفار، خلاهم ما بقوش شايفين غير تحت رجليهم، بس ما بقوش شايفينه. عشان كده برضو ربنا وقف جنبه. فربنا معاك، يعني ربنا بجد ده كبير جدا جدا جدا. كلمة ربنا معايا دي كبيرة جدا جدا جدا. وما تيأسوش من اي حاجة، ما تيأسوش من اي موقف يحصل لكم، من اي ازمة تعدوا بيها، من اي مرض يجي عليكم. ادعوا من ربنا وان شاء الله ربنا يا رب هيقف جنبيكم. انتوا عارفين لو قلتوا يا رب، عارفين لو ربنا ده معاكم، عارفين لو اي حد في الدنيا بيكيد لك اي حاجة، اي كيد عشان تقع فيه او يحصل لك اي ازمة، ربنا سبحان الله بجلالته وقدرته ممكن يوقعه على الارض، ما يخليهاش تحصل، يعني ما يخليهاش تحصل، يخلي كل اللي بيتمنى لك خير يقف لك، وكل اللي بيتمنى لك شر يتزاح ويقع على الارض. والبيبان المقفولة بتتحول لبيبان مفتوحة، ازاي ما تعرفش؟ كل ده ليه؟ عشان انت دعيت من جواك، عشان انت قلت يا رب خليك معايا. وان شاء الله ربنا عمره ما هيخيب ظن اي حد. ربنا معاك، هتلاقي نفسك مش حاسس بمرار جواك ولا بأي حاجة، عشان ربنا كبير. خليه بس. فكل اللي انا عايزه اقوله لك، لما تيجي تدعي ربنا ادعي بثقه، وان شاء الله ربنا يا رب هيقف جنبك، وعمره ما هيخيب ظنك ابدا. وربنا يا رب يبعد عننا اي شر ويكفينا شر المستخبي يا رب، اللهم امين. بس دي كانت رسالتي النهارده، ان انا اقول لكم لما تيجوا تدعوا ادعوا من قلبكم لربنا، وما تيأسوش من اي حاجه. رحمه ربنا كبيره، رحمه ربنا واسعه جدا، وربنا قادر يغفر لك اي ذنب انت عملته في دنيتك، او ربنا قادر مثلا يقف جنبك لو حد عندك مريض او تعبان، ربنا قادر ياخد بيده ويعافيه. بس ودي كانت رسالتي النهارده ليكم. ربنا يا رب يصلح لنا الحال جميعا، ويهدينا ويكفينا شر المستخبي يا رب، اللهم امين. وربنا يستر عرض ولايانا يا رب، اللهم امين. هنا بقى انا كنت خلاص زي ما انتم شايفين كده، الدكه كنسه حلوه كده للصاله. وطبعا بقى جريت كل حاجه زي ما انتم شايفين، جريت الركنه وجريت الانتريه. انا قلت يلا بقى بالمره كده اعملها بقى عامله حلوه كده. قلت بقى اكنس ورا كل حاجة وامسحها وافرشها بقى. كنت انا طبعا لميت الفرش في يوم وغسلته كله. وبقى قلت هفرشه تاني وكده، وبرده كنت خدت الحفاظات وبرده غسلتها وكده. فطبعا بقى الستاير كانت عندي نضيفه، ما كانش فيها اي حاجه، فما غسلتهاش بقى بصراحه. فروحت بقى قمت بقى ايه غسلت الحاجه الفرش وكله والحفاظات. فقررت بقى ان انا اقوم امسحها وكده. بس هنا بقى كنت خلاص اهو زي ما انتم شايفين كنت بكنس وخلصت. بس فطبعا لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تدوسي لي لايك، وتعملي وتدوسي على علامه الاشتراك وتفعلي لي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويا رب يكون فيديوهاتي خفيفه على قلوبكم. وما تنسوش تكتبوا لي كومنت جميل منكم كده، عشان بجد بيفرحني جدا جدا جدا. وما تنسوش تدوسوا اللايك وانتوا بتتفرجوا كده معايا، ما تنسيش تدوسوا اللايك عشان بجد بيساعدني جدا وبيفرحني.
بس انا هنا بقى زي ما انتم شايفين عماله ازق. طبعا ازمه حكايه ان انت تزق الحاجه ديت وتعملي وراها، بس لازم. انا متعوده على كده، لما باجي امسح ولا حاجه لازم ازق ورا الكنب والانتريه وكده. امسح، لان انا عندي الكنب واطي كمان، مش عندي برجول عادي ان انا اقدر ان انا امسح من تحت وكده. لا، لازم اجر وكده وامسح وراه واكنس وراه كويس. اهو ده الفرش بقى، كنت انا بقى طبعا كان مغسول وناشف وكده، جبته بقى هنا بفرشه معاكم. طبعا مش قادره اقول لك، كل شويه اشوف دي بتاعت دي بتاعت الكنبه دي. طبعا انتوا عارفين الحيره ديت بقى، بس الحمد لله يعني رتبتهم واتعملوا على طول. بس فهنا بقى كنت انا بقى جريت ولسه بقى همسح. انا طبعا بفرش الاول وبخلص، وبعد كده بقى بمسح الارضيه. في ناس العكس، في ناس بقى بتمسح وتخلص الارضيه وكده وتفرش الارضيه وبعد كده تفرش الكنب بقى والانتريات. لا، انا بحب افرش الاول وبعد كده اروح بقى مسحه بقى واروح فرشه على طول. عشان قلت مثلا لو في ترابايه في اي حاجه بقى وقعت ولا حاجه، يبقى كده كده لسه هنمسح الارض من الاول. طبعا بقى زي ما انتم شايفين عماله ارص وارتب وكده. طبعا النظام جميل، وبجد انت لما بتعملي حاجه في شقتك وتروقي وتمسحي كده بتحسي براحه نفسيه جميله جدا، تحسي انك انت بالك مرتاح موركيش اي حاجه. غير بقى لما تبقى الدنيا متكركبه وراكي كده وحواليكي، بجد الواحد بصه بيبقى جايله اكتئاب وما بيبقاش طايق نفسه. والله انا عن نفسي من ضمن الناس ديت، لما بتبقى الدنيا متبهدله حواليا ببقى حاسه ان انا يعني نفسيتي تعبانه، وتبقى الطاقه السلبيه بقى راكباني وما ببقاش قادره وما ببقاش طايقه كل حاجه. لكن لما بتبقى الدنيا رايقه كده وتبقى جميله كده، فله شمعة منوره زي كده، بجد بتبقى حاجه جميله جدا، بتبقى راحه نفسيه يعني. يلا بقى، لو وراكي اي حاجه قومي تشجعي كده واعمليها، خليكي يلا شطوره كده عشان جوزك ما يطفش منك، وتبقى شقتك نظيفه دايما كده ومنوره كده زيك. بس انا هنا بقى كنت اهو بفرش المفارش. يا مسهل يا رب. طبعا المفارش دي طلعت عيني والله، والدباديب وهم اشيل من هنا واحط هنا ويقع هنا. بس يلا في الاخر بيطلع بنتيجة حلوة، يعني لما تحسي بقى ان الدنيا راقت كده حواليكي بجد بتبقى نتيجتها حلوة. بس فهنا بقى اهو كنت بفرش واعمل واحط زي ما انتم شايفين. طبعا يا رب تكون رسالتي النهارده وصلت ليكم، ان احنا نقرب من ربنا وان احنا ندعي له. ولما نيجي ندعي ربنا ندعي من جوانا وما نيأس، ما نحسش ان احنا دعينا وان ربنا ما تقبلش. لا بالعكس، ربنا كبير وبيتقبل كل دعوة طالما الدعوة دي خارجة من قلبك وانت فعلا ندمان على اي حاجة انت عملتيها، اذا كان ذنب او اذا كان حاجة مضايقاكي او ظروف او مشاكل او اي حاجة. طالما بتدعي له من قلبك بجد اكيد ربنا هيقف جنبك، غير لما انت بتقولي بتدعيها كده وخلاص يعني ربنا يبقى معايا بقى. لا بجد ادعيها من قلبك، اكيد ربنا هيقف جنبك وهيبعد عنك ولاد الحرام وهيبعد عنك اي حاجة وحشة. ولما يكون عندك حد مريض او حاجة ودعيتيله من قلبك، اكيد ربنا هياخد بيده في يوم من الايام. وربنا عمره ما بيعمل حاجة وحشة، وربنا دايما بيدينا دروس في حياتنا عشان نتعلم منها، عشان ما نلجأش نعمل الغلط ده تاني او الحاجة دي تاني. بيبقى ربنا دايما بيدينا انذارات كده من حاجة، بس برضو ربنا بيقف جنبينا وبيدينا انذارات عشان يعني يبقى واقف جنبينا وما نعملش اي حاجة غلط. فربنا يا رب يسترها علينا جميعا. هنا بقى كنت خلاص اهو انا ناديني بمسح، وهمسح برضو هجر الكنب وهجر كل حاجة عشان امسح برضو وراها. طبعا انا عندي اللي هو الجردل الدوار دوت. بس انا برضو مش بحبه، انا بحب دي عشان بحسها انها زي الخيشة كده. لو تعرفي انتي الخيشة كده بتاعت ستي وستك كده وامي وامك بتوع زمان دول، تنضف الارض كده وتلم كل حاجة، فدي يعتبر زيها، بس الفرق ان دي بقى بعصاية يعني مدينوها شوية، بتخلي الارض نضيفة وبتلمعها وبتبقى زي الفل. بس هنا بقى كنت بجر الكنب وبجر الحاجة وامسح وراها، وبرضو هجر الركنة وامسح وراها وكده يعني. طبعا مش قادرة اقول لكم بقى انا طلع عيني في اليوم دوت، عشان طبعا انتوا شايفين كل حاجة بعملها بسرعة بسرعة. لكن لا بالعكس، انا ما بعملش بالسرعة ديت، انا بعمل كل حاجة بالراحة كده وبدقة عشان الحاجة تطلع نظيفة، عشان هي بقى بالمرة يعني. ما انا مش هعمل كل يوم يعني، انا كل يوم مثلا بكنس كده على من فوق الوش كده وبنفض كده من فوق الوش والمع من فوق الوش. لكن بقى ليا بقى يعني كل اسبوع كده او كل حاجة بشيل بقى كله وبمسح بقى زي ما انتم شايفين كده.
وبكنس يعني. بس انا بصراحة مش محددة يوم معين يعني للمسح، يعني انا بقى وقت كده ما بتيجي معايا كده بروح قايمة شايلة واروح مسحة وكده. لكن في ناس بتبقى محددة مثلا يوم في الاسبوع، اليوم دوت بخليه تنفيض ومسح وكده. لا انا مش مقيدة نفسي بكده بصراحة. انا وقت ما بتطلب معايا يلا يلا اروح قايمة بقى عاملة كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى انا كنت جريت الكنبة التانية اهو مسحت وراهم. والله العظيم لما بتعملي الحاجة كده ما بتحسيش بيها والله، برغم الحر والصهد اللي انا كنت فيه، لان اليوم ده كان حر جدا. بس والله يعني ما حسيتش، عملتها على طول يعني. هو التعب بس في ان انا بقعد ازق واجر والحاجة دي، لكن لو ما كانش فيه شيل وحط وكده ما كانش حسيت بتعب خالص. بس هنا بقى هجر الجردل بقى وامسح الناحية التانية على طول. همسح بس الوسطية هنا الاول، وبعد كده بقى اروح مسح الناحية التانية، واروح جايبة بقى الحفاظات واروح فرشاها. وبقى كده خلصت بقى. طبعا بعد بقى ما خلصت طبعا عيالي بقى كانوا جاعوا، قعدوا يقولوا لي يا ماما عايزين ناكل عايزين ناكل. فرحت طبعا خلصت ورحت بقى ايه داخله عملت لهم كده اكل على السريع عشان ياكلوا عشان يبطلوا زن. عشان دول لما بيمسكوا الزن مش قادره اقول لكم، طبعا انتوا عندكم عيال بقى وعارفين ايه زن العيال وقرفهم، مش قادره اقول لكم. بس فهنا بقى طبعا ياسين ابني كان كل شويه ماما اجي اعمل معاكي يا ماما اجي اعمل معاكي، اقول له لا خليك دلوقتي مش دلوقتي. يقول لي لا طب انا هاجي ارص انا، طب انا هاجي امسح. اقول له يا ابني اسكت دلوقتي، يا ابني سيبني خليني اخلص. طبعا طلع عيني عقبال ما خلصت. بس يلا الحمد لله خلصت على خير. طبعا انا هنا كنت مش عارفه كنت بجيب ايه من جوه، فعشان كده سبت الكاميرا كده وجريت يعني. رحت مش عارفه كان ضربوا في بعض تقريبا العيال، ولا مش عارفه كنت بجيب ايه. المهم يعني فرحت اجيبه وجيت يعني. هنا بقى كنت بجيب الصب احطه مكانه. بس فهنا بقى هخلص بقى كده على طول. طبعا انا طولت عليكم الفيديو، بس عشان هو بقى مقدار ما بخلص الصلاة ده انا كمان كده مسرعيه يعني. بس هنا بقى كنت خلصت همسح برضو الجنب التاني دوت وهفرشه برضو على طول. هنا بقى هجر مش عارفة لقيت ايه في الارض رحت شايلاه، فهمسح بقى هنا برضو ورا الركن على طول. طبعا بقى انا كنت بحب امسح بديتول، مش عارفه بقى انتوا بتحبوا تمسحوا بايه. انا بفضل الديتول لما باجي امسح، يعني بحس كده ان هو حلو بيطهر الارض كده وبيبقى جميل. في ناس بقى بتحب تمسح بكلور، في ناس بتحب تمسح باللي هو المعطر بتاع الارضيات. انا بقى بحب امسح بكلور بتاع ده بسوري بديتول بيبقى حلو برضو. بس هنا بقى شايفين تعبت والله، والله استاهل لايك والله على التعب اللي انا فيه ده. متنسوش بقى تدوسولي لايك عشان بجد بيساعدني جدا وبيفرحني. وما تنسوش امانة عليكم تدعوا لياسين ابني ان يا رب ربنا يشفيه يا رب ويعفى عنه يا رب، اللهم امين يا رب. يشفيه ويشفي كل مريض يا رب، يشفي مرضى المسلمين كلهم يا رب جميعا. بس هنا بقى طبعا انا عامله زي خالتي شلبيه كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى عماله امسح بقى واعمل هنا. قلت امسح بقى ورا الركنه كده ما يعني مسح بقى بالمره وانا طالسه لا طبعا. فرحت بقى مسحه ورا الركنه كده زي ما انتم شايفين. بس وهجرها طبعا مش قادره اقول لكم الجر دوت متعب لوحده وحياة ربنا يعني. جر الانتريهات والركنه والكلام دوت بيتعب اكتر من مثلا ما بتكنسي وبتعملي. يعني انا عندي كل يوم اشيل وانفض واروق، ولا ان انا اشيل عفش ان انا اشيل ولا اجر ولا اعمل كده. بس يلا بقى ما هو يوم بقى هنعمل ايه. طبعا انتي لسه قاعده وما قمتيش عملتي حاجه، قاعده بتتفرجي عليا وما عملتيش حاجه. قومي بعد يلا ما تتفرجي على الفيديو بتاعي الجميل دوت. قومي اتنشطي كده، ولو وراكي حاجه يلا بسرعه اعمليها عشان تخلصي اللي وراكي وما يبقاش وراكي حاجه، وتحسي كده براحه نفسيه زي ما انا ما بحسها كده بعد ما بخلص قضياني البيت. طبعا بقى انتوا عارفين انا قاعده في البيت ما وريش حاجه، اهم شيء عندي شقتي اقعد اشيل وامسح فيها واكنس واعمل، ما وريش الا هي بقى. بس هنا بقى كنت جبت الحفاظات. آه قلت بقى يلا فرشها كده على طول. طبعا هحتاج حد يساعدني، فعنده اليوسف ابني دلوقتي اقول له تعالى افرش معايا. هيجيلي دلوقتي واروح على طول في مينت كده هوبا يلا ادي هتفرشت. شفتوا بقى في لحظة كده. يلا ما تنسوش تدوسولي لايك. باي.